السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي كل أوقاتكم يا صبايا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. كيفكم صبايا؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله دايما تضلوا بخير يا رب. طبعا أنا هون فايقة من بكير، أخذت أولادي على المدرسة، ومن بعد ما رجعت المدرسة حبيت أشارك معكم فنجاني القهوة الصباحي. الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. وطبعا يا صبايا، أول الشي بحب أتشكر كل الصبايا يلي دعموني لأول فيديو لقناتي. بتشكركم من كل قلبي، بتشكركم على تعليقاتكم الحلوة، وبتمنى منكم دايما تدعموني في اللايك وتشاركوا رابط قناتي لأصدقائكم. طبعا أنا بكبر فيكم وبتشرف فيكم، وبحب كمان بنفس الوقت تعطوني آرائكم في التعليقات، شو بتحبوا أصور لكم، تعطوني أفكار. هلا اليوم الفيديو رح صور لكم إياه روتيني اليومي، وبدي أعمل حلو اليومي جوز الهند. طبعا هذا الحلو زوجي كتير بحبه، حبيت فاجئه فيه وبدي سويه. الجوز الهند كتير طيب، الحلو بحبوه الكبار والصغار هذا الحلو. ورح نزلكم الطريقة بالكامل ضمن الفيديو. طبعا يا صبايا، انا هون خلصت فنجان القهوة. بدي اطلع على السوبر ماركت يلي جنب بيتي. مثل ما لكم شايفين لازمني كم غرض للحلو، وبنفس الوقت لازمني كم غرض لبيتي. طبعا بالنسبة للماركت هي يعني أسعارها مناسبة، وبنفس الوقت جنب البيت يعني واحدة بتستهون. وحبيت أخذلكم هيك لقطات خفيفة من الماركت. هلا هو دايما بيكون فيه عالم كتير، بس اليوم أنا طالعة كتير بكير، ما في حدا طاول غير الموظفين. وعنا الجو كتير برد، الله يبعث الخير يا رب. هلا أنا من أسبوع صورت لكم فيديو الثلج، آه، يعني ولحد الآن ما شاء الله الثلج عنا غزير كتير ما وقف، الله يبعث الخير يا رب. وأكثر الصبايا سألوني أنت وين ساكنة حضرتك؟ أنا ساكنة في قيصري صبايا. الثلج عم تقولي وين نازل، وين هالثلج نازل؟ وما شاء الله تسلموا لي يا رب. هذا الثلج والله في قيصري يا صبايا. هلا هيك أنا راجعة على البيت وشوفوا الثلج ما شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. هاي الأغراض اللي اشتريتها من المول. اشتريت ورق الزبدة، إجباري بجوز الهند بدها ورق الزبدة، وستريش كمان لازمني، وفيها ولودالين الجلي. هون اشتريت جوز الهند، بس طبعا مو سوبر ماركت اليوزبير دخلت عليها، لا اشتريتها من عند السوري. وهلا هون رح بلش بروتيني اليومي مثل ما لكم شايفين. أول شي رح بلش بغرفة العادة. هلا اجباري غرفة العادة غرفة الاولاد، يعني يوميا لازم نسويهم. ما بعرف انا هيك يعني بحب يوميا امسح الغبرة اكنسها، طبعا اجباري يعني. اما غرفتي النوم لا، يعني نهار ايه نهار لا تقريبا، حتى بمسح الغبرة وحتى اكنسها. والله هيك بلشت اكنسها بمكسة الكهرباء. وطبعا انا بحب اخلص شغلاتي على بكير، لانه يعني الاولاد في المدرسة مجرد ما يرجعوا على البيت الله يحميهم، يعني بقعد ما بفضى اسوي شي طاول، بلتهي معهم. والله هي طبعا اللحظات، احلى لحظة انك بعد ما تخلصي حوس البيت هيك تعطري البيت، يا سلام الريحة بتشهي، بتصير ونظافة غير شكل. هلا هون رح بلش طبعا كمان بغرفة اولادي. مثل ما قلت لكم غرفة الاولاد اجباري، يعني بدنا ننظفها، انظفها كل نهار. يعني طبعا هلا كل ام نفس الشيء. بدي انظفها كل نهار، لانه ما شاء الله بدرسوا فيها يعني، وبيلعبوا فيها وفضوا العابهم وبقصقصوا ورق وكل شيء، اجباري بدي اسويها كل نهار. غرفة النوم انا رتبت التخت، رتبت التخت ورتبتها طبعا للغرفة. وحبيت هيك اخذ لكم لقطة سريعة كمان منها. وهلا هيك خلصت كل البيت وبدي ابلش اجهز الحلو. هلا بالنسبة للمكونات يا صبايا، عندي كاسة ونص دلال البيض،
عندي كاستين وربع من نفس العيار الكاسات، كاستين وربع سكر، وهون عندي ظرف فانيلا، و3 كاسات جوز الهند. صبايا جوز الهند يكون كامل الدسم، تكون حبته خشنة، إذا ما كانت هيك حبته خشنة ما بنجح معكم الطريقة أبدا. بالنسبة للطريقة، أول شي رح أحط زلال البيض على نار هادية، وبدي أضيف الفانيلا مشان الزنخة، بدي أحركه بس أهم شي على نار هادية، بضلي عم بتحركي، وبدي أبلش أضيف السكر بالتدريج. طبعا يا صبايا من بعد ما داب معي السكر تطلع على وشه مثل رغوة، مجرد ما يصير هيك، يلا هيك صار معي دايب السكر، بضيف الجوز الهند بالتدريج كمان وبحركه على نار هادية، بضل بحركه حتى يصير قوامه مثل العجينة تقريبا، يعني بتلف على بعضها. يعني طريقتها كتير سهلة وبسيطة وبنفس الوقت كتير طيبة. شوفوا كيف صبايا قوامها كل ما له عم يصير عم بتلف على بعضها. وهلا هيك صارت معنا جاهزة مثل ما لكم شايفين. صبايا أنا هلا هون راح فضيها وعايفة حتى تبرد بعدين أشكلها، هي سخنة صعب كتير تشكليها. هلا هون بردت معي جوز الهند وبدي بلش شكلها مثل ما لكم شايفين. أهم شي تلبدوا إيديكم مي، يعني إنه إذا ما حطيتوا إيديكم مي تلبيتوهم بالمي بتتعود تلزق بإيديكم ويصير صعب التشكيل. صبايا القطعة حاولوا ما كتير يعني تكبروها، عيارة بالمعلقة مثل ما أنا عم بعمل، لأنه هي رح يتضاعف حجمها، ورح عايف مسافة بين القطعة والقطعة مشان وقت يتضاعف حجمها ما تلزق في بعضها ويتغير شكلها. طبعا بتمنى تجربوها وعن جد ما رح تندموا، يعني الطريقة ناجحة 100% وكتير طيبة. وهلا هيك صارت جاهزة. حميت الفرن أنا بدي أحطه على حرارة 150 طبعا لمدة 15 دقيقة بتكون جاهزة. وهلا هيك صارت جاهزة معنا، بسم الله ما شاء الله. صبايا شوفوا هلا أنا صورت لكم إياها لما كانت سخنة، وهلا هون من بعد ما بردت معي منيح بدي أبلش أطالع من ورق الزبدة. صبايا لما بتطلعوها من الفرن حاولوا ما تطلعوها فورا مباشر، يعني من ورق الزبدة بتعود بتتفتت معكم، استنوها حتى تبرد منيح وبعدين تبلشوا بتطالعوها، بتشهي ما شاء الله. حبيت انزلكم هيك فيديو خفيف نظيف، بتمنى منكم دايما تدعموني، ومثل ما قلت لكم تعطوني افكار وارائكم بالتعليقات مشان دايما يعني انزلكم فيديوهات حلوه. وهلا هيك من بعد ما صارت جاهزه وطالعتها بدي بقى ابلش استرشها. هلا اشوف انا بحب اعملها هيك استرشها، يعني قد ما طولت مثلا عندي بتضل طريه بنفس الوقت وما بتنشف، والاولاد بيحبوا هيك يعني بنبسطوا عليها، بتصير مثل الجاهزه تماما. هلا اجباري بدي افرجيكم يعني قوامها، بدي افتح لكم وحده ما بيصير بلا. رح افرجيكم كيف طراوتها وبتدوب في التم ذوبان كتير طيبه ما شاء الله، بتشهي. والله اشتهيتكم يا صبايا منا، عن جد كتير كتير طيبه. وهلا هون طبعا من بعد ما خلصنا عشاء وهيك بدي اسوي نسكافيه واحط لهم الجوز الهندي يلي سويتها اليومي. بتمنى هالفيديو ينال اعجابكم، وبتمنى منكم يعني ما تحسسوني انا هلا بسجلكم صوتي مثلا وعم بحكي لكم عن روتيني اليومي، ما تحسسوني انه عم بحكي مع حالي. بتمنى تردوا علي في التعليقات كمان بتعليقاتكم الحلوه، وبتمنى هالفيديو ينال اعجابكم. بتمنى منكم دايما تدعموني، تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. وهيك بكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بامان الله صبايا. يسلم ايديك يا ماما، شكلك بتجهي كتير. اعطيني رايك في الجوز الهندي. والله يلا شكله ممتازة، نشوف الطعمة.
سلم ايدك يا ماما، شكلها كتير بتشهي. صحة وهنا يا روح. صحة سلم وهنا. ايدك يا ماما. صحة وهنا يا روح. سمع قدامهم فرجوني. انزل ايدك. ايوه. طرية. نشوف الطعمة. بسم الله. والله كتير طيبة. كتير طيبة يا ماما. ان شاء الله صحة سلم وهنا. ايدك. رجعتينا كتير لحالك. طيبة يا ماما. ان شاء الله سلم صحتين إيدك. وهنا الله يعطيك عندكم يا رب. العافية. على قلبك يا روح. صحة وهنا ان شاء الله.